ولو اتأخرت بيضيف عليك 50 جنيه فايدة على اليوم الواحد التأخير. حسبنا الله ونعم الوكيل. الفترة دي انتشرت أكتر من شركة بتبيع بالتقسيط. مش بتبيع بالتقسيط، هي بتروج للتقسيط، يعني تقسط لك أي منتج أنت عايزه. أنا واحد من الناس، دي نصيحة أنا هقولها يعني معظم الناس، علشان بيتها ما يتخربش، علشان بيتها ما يتخربش. أنا واحد من الناس ببيع موبايلات جديدة، عندي أجهزة جديدة. الشركات دي منهم واحدة جاتني من حوالي أسبوع أو 10 أيام، أنا مش عايز أقول أسماء علشان خاطر الفيديو متحظرش. في شركة جاتني ادتني تطبيق، تمام، وخدت رقم التليفون بتاعي وقالوا لي أي حد يجي لك عايز تليفون ما تقولهوش لا، اديله الاسم ده والمكان والكارت ده، وهو هيجينا وبعد ساعة هيرجع لك ياخد منك التليفون وتبيع بالسعر. ركز ركز، الشركة قالت لي ايه؟ قالت لي وبيع بالسعر اللي انت عايزه، بيع بالسعر اللي انت عايزه، ده ما يفرقش معانا، احنا في الاخر هنقسط التليفون للعميل. فما تقولش لا، العميل هيرجع لك، بيع له الموبايل ايا كان سعره هو ايه، او انت عايز تزود عليه 300 400 جنيه زياده مش مشكله، بيعه للعميل، واحنا بعد كده هنقسط للعميل وفلوسك هتنزل لك بعد 3 ايام في حسابك البنكي مباشره. الحوار ده انا ما عجبنيش وما رضيتش نمشي فيه، لانه من طريقه الكلام ده يعتبر سرقه ونهب وسرقه من الناس، وفي نفس الوقت في نظري انا الشخصي ده يعتبر ربا. تمام، فانا رفضت. فجاني واحد راجل كبير عنده حوالي 60 سنة ومعاه شاب داخل الثانوي ومشتري موبايل سامسونج اي 16 مساحة 256. بيقول لي ايه رأيك في التليفون ده يا استاذ عمرو؟ بقول له موبايل محترم وكويس جدا جدا. قال لي بكام جديد؟ قلت له جديد عامل 8750 جنيه. فقال لي اشتريته بالتقسيط. قلت له ماله حاجة ربنا يوسع علي. قال لي ايه رأيك فيه؟ قلت له كويس الجهاز. قال لي انا ما ادفع له في الشهر من نفسه، قال لي انا ما ادفع له في الشهر قسط 1050. قلت له 1050 يا حاج؟ قال لي، قلت له على كام شهر؟ قال لي على سنة. قلت له سنة؟ قال لي قلت له بس ده كتير قوي، انت كده الجهاز وقع عليك فوق 12000 جنيه. قال لي وخد 1000 جنيه مقدم. يا عم ازاي الكلام ده؟ عملت حسبة بسيطة كده، تمام، يعني 1000 في 12 ب 12000 و12 في 50 600 ب 12 650 12 600. وبعد كده حسبت ال 1000 جنيه اللي هو دفعه الراجل 13 600. 13 600 يعني ناقص ال 8750، دخلنا في حسبة 4800 جنيه. يعني واخد منه على سنة 50% فوائد. 50% فوائد. يا حاج ما ينفعش الكلام ده، ده كتير قوي قوي. قال لي طب ظروفي يا ولدي انا ما تسمحش ان انا نجيبه كاش ولا نجيبه جديد ولا. كان نقول لك كان صبرت يا حاج، كان صبرت، كان شفنا لك حاجه استعمال كسر زيرو بحوالي بتاع 4000 ولا 4000 ونص، تزنق نفسك شو تدفعهم مره واحده. فالراجل صعب علي، صعب علي جدا جدا جدا. طب هل يا حاج انت دلوقتي في نفسي انا، يعني راجل انت عندك 60 سنه ما شاء الله ربنا يديك الصحه، هل ضامن نفسك انت 12 شهر تقدر تدفع 1050 في الشهر؟ وظروفك اللي انا شايفها دي مثلا، يعني ربنا يكرم الناس ويوسع عليهم، ظروفك اللي هي يعني مش احسن حاجه دي، هل انت كل شهر هتقدر توفر من علاجك من صحتك من تعبك 1050 كل شهر للتليفون بس؟ ففي شركات يعني انتشرت كتير عندنا بطريقة رهيبة، بتبيع لك أي حاجة وبأي سعر ومش هتفرق معاها أي حاجة، ولو اتأخرت بيضيف عليك 50 جنيه فايدة على اليوم الواحد التأخير. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنصيحة اللي أنا عايز أقولها لك إنك أنت عادي تقدر تعيش من غير التليفون، مش هتموت يعني. شوف لك حاجة مستعملة استخدمها، شوف لك واحد على كدك 3 4000، لكن ما تروحش تورط نفسك في حاجة تدفع ثمنها الضعف بالتقسيط علشان خاطر انك انت مزنوق في تليفون. فحرام عليك، انت كده بتظلم نفسك. فيا ريت ناخد بالنا، لانه دي حدش بيودي الناس السجن وبيحبسها غير التقسيط والحاجات اللي احنا بنستسهلها دي فاكرها سهلة، لكن بتضاعف قيمة الحاجة علينا وبندفع فوائد زيادة عليها، وبعد كده بنتعثر وبنقصر في الدفع بتاعها، وبعد كده بندفع فوائد زيادة وبنروح نتحبس. ربنا يكرم الناس كلها ويصلح الحال. بس انا حبيت اقول لكم النصيحة دي، ما تشتريش حاجة بالتقسيط الا فعلا لما تكون للضرورة وانت محتاجها بالفعل، وتكون حاجة لها قيمة، مش حاجة تكون ترفيهية. تحياتي ليك، بحبك في الله.